لسه في حرف نطق الاي. ناس كتير يا جماعة بتتلخبط في الاي في الكلمات، ما بتعرفش تنطقه زي الاي او زي الاي ظاهرة. صلي بينا على النبي ويلا بينا نبدأ الفيديو في قاعدة جديدة وقاعدة نطق مهمة جدا ولغز نطق حرف الاي. ان شاء الله بإذن الله هتخرج من الفيديو ده امتى تنطق الاي وامتى تنطقها اي. اولا يا جماعة، حرف الاي في المقاطع القصيرة خاصة اللي هي فيها 3 حروف وفي الاخر هتلاقي حرف ساكن، اعرف ان هي هتنطق زي الاي. بص كده، ست يعني يجلس، ملك يعني لبن، طبعا هنا المقطع 4 حروف بس جاي ورا حرف ساكن. فت يعني يناسب وتيجي بمعنى لائق بدنيا، حاول تنطق دي. هت برافو يعني يضرب. لت يعني اضاءة. وت يعني ذكاء. طبعا واحد يقول لي يا استاذ رمضان وت معناها مبتل، اقول له ده بحرف الاي، تانية بحرف الاي. ده بالنسبة للجزء الاول او بارت 1 بالنسبة لنطق الاي. البارت 2 الجزء التاني بقى ده مهم جدا، اسمع معايا دي عشان تعرف امتى تقول الاي دي ظاهرة. بصوا يا جماعة، القاعدة اي حرف ساكن اي تبقى اي حرف ساكن اي تبقى اي. اهو ادي اي وراها كي حرف ساكن وادي الاي، فانطقها ايه؟ تمام، انطقها لايك. شوف لايك، الاي هنا ظاهرة. هنا اقول فين ولا فاين؟ برافو يعني غرامة. هنا اقولها بيت؟ لا طبعا. بايت يعني يلدغ او يقرص. هنا اقولها ست. بص بقى هنا نطقتها ست لان هنا في الاخر ما فيش حرف الاي. ست يعني يجلس. طب هنا برافو، سايت يعني موقع، وكلكم عارفين كلمة سايت، انا اخش على سايت كذا. هنا خط، ايوه تمام. لاين ما اقولش لين. دراجة او عجلة اقول بيك؟ لا طبعا بايك. تمام، برضو ده حرف الاي حرف ساكن ودي حرف الاي. وفي سايت اي حرف ساكن حرف الاي تبقى اي. يا رب اكون افدتكم النهارده ويكون الفيديو مفيد ليكم. ولو استفدتم من الفيديو طبعا فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة، وده طبعا لتدعيمنا وتشجيعنا ان احنا نكمل ونواصل معاكم. وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر ناس، كم من الناس تستفيد منه، لأن دي معلومة وهنكسب عليها ثواب بإذن الله قبل كل شيء. وتفعل زر الجرس، وإن شاء الله أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد ودرس جديد مع مستر رمضان مهران في قناة رمضان أونلاين. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.